أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون الرز الريزو المشهور في مطاعم KFC مع طريقة عمل الدجاج اللي بتقدم معاه. بتمنى طريقتي في عمله إنها تنال إعجابكم. يا ريت تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوني بتعليقاتكم الحلوة. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي راح نبلش نجهز لنعمل الدجاج. في عندي هون كوبين من الطحين، راح أضيف عليهم البهارات اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل والكركم والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح. وهلا راح أخلط الطحين مع هاي البهارات، وكل المقادير راح تلاقوها بأسفل الفيديو في صندوق الوصف. طبعا هون جهزت عندي مي باردة، لازم المي تكون عندكم باردة. وكمان حضرت الطحين، وراح أستخدم صدورة الدجاج وقطعتها على شكل شرائح بهذا الشكل. هلا راح أبلش أضيف قطع الدجاج أول شي بالمي الباردة، بعدين أغطسها بالطحين، بعدين راح أرجعها على المي الباردة وبعدين على الطحين. هاي الطريقة هي اللي راح تكون القشرة المقرمشة على وجه الدجاج، وهيك بصير شكلها عندي. وهلأ بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. طبعا في عندي هون زيت عشان أقلي الدجاج، بدي درجة حرارته تكون متوسطة عشان أضمن الدجاج يتقرمش من برا وبنفس الوقت يستوي من جوا. وبس وصل الزيت للحرارة المطلوبة، هلأ ببلش أقلي قطع الدجاج. بضلني أقلبهم من فترة للتانية لحتى يستووا ويوصلوا للون الذهبي. وهيك جهزت عندي قطع الدجاج، وهلأ بشيلها من الزيت وبحطها في صحن جانبي. هلا رح نبلش نجهز لرز الريزو. في عندي هون بطنجرة ضفت كمية من الزيت النباتي، وراح أضيف بصلة مفرومة، وهلا رح أقلب البصلة لحتى تدبل عندي شوي. بعد هيك راح أضيف ربع كوب من الكاتشب، وربع كوب من الباربيكيو صوص، وأربع معالق كبار من الصويا صوص. وفي عندي هون سن تومة مهروس، وراح أضيف مكعب مرق الدجاج، وراح أقلب هذا الصوص مع البصل. هلأ هذا الصوص هو اللي راح يعطي النكهة للرز. انتم متخيلين قديه النكهات طعمها راح يطلع رائع. وهنا ضفت الرز. طبعا الرز اللي استخدمته هو رز البسمتي، استخدمت 3 أكواب من رز البسمتي. هلأ راح أضيف عليهم البهارات اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا، الكركم، الكاري، الفلفل الأسود والملح. وراح أقلب الرز مع هاي البهارات بهدوء لحتى ما تتكسر عندي حبة الرز. وهنا بدي الرز يتقلب بشكل جيد حتى ياخد من نكهة الصوص. هلا راح أبلش أضيف مرق الدجاج على الرز. هلا إذا كانت مش متوفرة عندكم مرقة الدجاج ممكن إنكم تضيفوا المي، بس أنا هون كانت عندي متوفرة مرقة الدجاج فضفت هون مرق دجاج. وكل كوب رز بسمتي أخذ معي كوب ونص من مرق الدجاج. وهون عندي تأكدت إنه مرقة الدجاج مناسبة لكمية الرز، وبستنى للرز لحتى يغلي وأوطي عليه واستناه ليستوي تماما. هلا رح نبلش نجهز للصوص اللي راح ينحط على وجه الدجاج. في عندي نص كوب من الكاتشب، وربع كوب من الباربيكيو صوص، وربع كوب من الصويا صوص، وربع كوب من المي. وراح أضيف بودرة بصل وبودرة ثوم وملح كله معلقة صغيرة.
وهلأ راح أحركهم مع بعض وأترك الصوص يغلي فقط لمدة 5 دقايق على النار. وهيك قوام عندي الصوص جاهز إني أقدمه. وهنا طبعا سكبت الرز في صحن وحطيت عليه وجهه قطع الدجاج، وراح أبلش أسكب الصوص على الدجاج. وهذا الشكل النهائي عندي. صراحة الريحة والطعم إشي خيال. بتمنى طريقتي في عمله إنها تكون نالت إعجابكم. بتشكر كل حدا كمل الفيديو للآخر، وبشكره جدا على حسن المتابعة، وإن شاء الله بنشوفكم بوصفة جديدة وفيديو جديد.